مساء الخير عليكم حبيباتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاعي بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم فيديو على بالي بلي بزاف منكم اللي طلبوه وبزاف منكم راهم شغل متحيرين الاخطاء اللي ديرهم كل ام عند تجهيز حقيبه الولاده. بزاف اللي سورتو لي مامون اللي جدد بزاف ما حايرين واش يديروا، تلفت لهم سورتو اللي تكون عندهم ولاده عاسره، تسمى الجوف تاعهم يكون واعر، تسمى تكون مريضه، تكون تحيله تخرج تشري ولا تقعد تريح ولا حيره. اليوم حبيباتي الغاليات جبت لكم كامل الاستفسارات واي حاجه تجيك في بالك والاخطاء اللي ديرهم انا عن تجربه للمره الثالثه، حبيت نفيدكم كامل بالتجربه تاعي، وان شاء الله نفيد امهات منكم. اول حاجه اللي يغلطوا فيها الامهات ياخروا باش يجهزوا حقيبه الولاده. كيفاش يتاخروا؟ ما يخلوا حتى الاسبوع الاخير ولا السمانه الاخرى ولا لا حبيبتي، الحقيبه اصلها توجد من الاسبوع 32 حتى الاسبوع 34 تكون واجده حاطتها، باسكو ما ظروف تاع الولاده ما تعرفيش مكتاه. بالك تجيك ولاده مبكره، بالك تجيك سيزاريان، تكوني على غيله لا غالب لازم تواسي، سا ديبون. الدنيا هذه ماكش على بالك. تسمى حبيبتي لازم توجد من 32 ل 34. اللي تقول لي انا يا مريضه وكامل على بالي حبيبتي هذا ظروف، لكن وجدي الاساسيات، زوج بدلات ولا على الاقل بدله تاع البيبي تاعك، بدله تاعك الكوفيرتا صوتو فصل الشتاء لازم تكوني موجده ديك الكوفيرتا هكا باش الا ما كاش كاع عندك واش يلبس البيبي تاعك ما حاش تخرجي هكاك. حتى وكان ليك ما توجدي والو، حتى وكان ليك تدي زعما بيجاما ما عندك ولا بينوار قديم ما عندك، لكن بصح الحاجه تاع البيبي تاعك ومن بعد واش راح تلبسيلو، كان تجيك على غيره واش راح تلبسيلو. اما لا وجدي الاساسيات تاعك، الحاجه الضروريه. حاجه واحده اخرى كاين اللي يدوا بزاف معاهم وينسوا الاشياء الاساسيه، يشروا اللي يفرحوا البيبي تاعهم الاول، يشروا الحوايج، من بعد يدوا الكابه هذيك معمره ويشروا الاشياء الاساسيه. حتى كي الاخرى كي تروح تلبس ما تلقاش واش تلبس، الحاجه الاساسيه ما ينسوها، كيما لي غون تاع اليدين لازم يكونوا، كيما شابو البوني تاع البيبي لازم يكون، كاين اشياء اساسيه لازم يكونوا سورتو في البرد. الكوفرطه تدي الحوايج وتنسى الكوفرطه، تدي زعما ازار برك ولا حاجه خفيفه ويكون البرد، باسكو باش البيبي يحافظ على الحراره اللي يكون في كرش يمه لازم يلبس مليح ولازم الكوفرطه مليح. الاشياء الاساسيه حبيبتي لازم تديها. كاين حاجه واحده اخرى ندخلوا فيها اللي دائما نوصيكم عليها، الكونيه تاعكم والليفري تاعكم والكونيه تاع الزوج، هادو لازم يكونوا في الكابه، يعني ضروري لازم يكونوا في الكابه. تقدري تلحقي باش تولدي يقول لك عاودي ولي صافي بون سبيطار يكون بعيد ولا لا كلينيك تكون بعيده، يعاودوا يرجعوا هما ولي زاناليست يعني تاع الشهر التاسع، يعاودوا يرجعوك شحال موحده ولات على جال هاد الاشياء الكارنيسات ولا سات الكونيه، ولا يعاود يولي هذاك الزوج تاعها يجيب الكارني باش يدخلوها. كاين سبيطارات ما تحطيش الكارني ما تدخليش، كاين اللي شويه يتغاضى وتغيظهم ويحط ويدخلوها يقول لك روح جيب الكارني. مي كاين سبيطارات ما تجيبيش لي زاناليز تاع التاسع ما يولدوكش، لازم لي زاناليز يقول لك حنا ما عندناش هنا وين نديروك لي زاناليز، ماشي كيما لا كلينيك تروحي يعاودوا يديروهم لك. اوكي حبيبتي، هادو لازم اشياء لازم تتنبهي ليهم. تاني كاين امهات تدي لك اشياء مزيره عليها، كيما حمالة الصدر ديك ها قلت وحده تقدري كاع ما تلبسيش، دي فوا تخيقي، دي فوا تكون سخانه، دي فوا قالت لي ما تلبسيش. نقول لك حبيبتي ما تقدريش، باينه بلي ما زيتي، دي فوا ما تقدريش، سورتو كي تكوني خلاص حكمتك القلقه ولا ما قدرتيش تنفسي ولا ما تقدريش، ادي الحوايج المريحه اللي تكون فضفاضه. بيجاما تاعك تكون كيما دوكا شتا حاجه تاع قطيفه شتو كيما اللي شريتها انا درتها لكم في المشتريات في قناتي الاولى، مع علما ان هذه قناتي الثانيه روتينات ام لطفلين اثنين. دي حاجه هكاك تحسي روحك مرتاحه فيها. والبينوار ضروري سورتو في الشتاء تدي البينوار، مع علما ان في سبيطه ولا في كلينيك ما كاش البرد، بصح انتي لازم تخافي الهواء يضربك اون سي جامي تاقه مفتوحه ولا لازم تدي معاك البينوار تاعك. حوايجك ديهم يكونوا فضفاضه، ما تديش حاجات مزيرين عليك، هذا اكبر خطا يوقعوا فيه بزاف امهات. كاين حاجه وحده اللي انا هذه حضرتها،
كاين امهات يدوا الحاجه الشابه بصح ينسوا لازم لهم الحاجه البيبي الحاجه المريحه، ماشي لازم له الحاجه الشابه. كي يخرج ويبدا يكبر باش تولي تحوسي له الحاجه الشابه، لازم له كي يخرج يكون لابس حاجه تريحه هو، ماشي الحاجه اللي تبينك بها ولا باش تصوريه، ولا تكون لازم حاجه البيبي يكون مرتاح فيها. ما تديلوش حاجه فيها شبوح فيها الاخر باش الطفل ما يكونش مرتاح في الحاجه اللي لابسها، ومن بعد يقعد يبكي لك، يقعد ماشي الاز تحصلي به. ثم كاين حاجه واحده اخرى اللي بزاف ينسوها، الا كان عندك قاعد مالاد. دوكا ما على باليش انا كي رحت في زوج ما كانش قاعد مالاد، يعني ما كانش قاعد مالاد. الكورونا الاول تاعي في البدايه تاع الكورونا، والثانيه في النهايه تاع الكورونا، ما كانش ممنوع قاعد مالاد. بصح الا كان قاعد مالاد لازم تروحي لاكلينيك سبيطار، تروحي تسقسي اسكو تقبلوا القاعد مالاد، لازم حقيبه ثاني تاع القاعد مالاد. في اشياء يسحقها القاعد مالاد كيما الماء، كيما صديبهم بالك كوفيرطا بالك. المهم حبيبتي هذا الامر لازم تواسلوا. الا كاين تدوا معاكم قاعد مالاد لازم 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 تدولو تاني شارجور تاعو على الاقل. فكروه ماشي يقعد القاعد مالاد يقعد هكا باش مغطي في الليل، وما يرقد شويه باسكو هذا القاعد مالاد ديجا راح يعاونك. الريحه، شوفوا الريحه هي تدي ريحه خفيفه وتكوني متاكده ديودورون خفيفه، ولا ما تديش دي معاك ستيك. نصيحه من عندي تقدر تسبب حساسيه للبيبي، تخنق البيبي، ترجعوا يبكي بلا سبب ما عباكش انتي وعلاه. الريحه راهي دونجي بزاف اللي شفتهم يجيبوا يديروا الريحه ولي مالاد تما انتي كمالاد راح تهمك الريحه. صدقيني الا خفتي دي احسن ستيك، يعني ستيك تكون ريحته ريحه النقاء، حاجه خفيفه. اخرى حبيباتي الغاليات، كاين كي ترتبي الحقيبه تاعك لازم ديري هذا جيب باين تاع الحوايج، هذا جيب تحطي فيه ليكوش، هذا جيب تحطي فيه الاوراق. لازم تكوني منظمه، ما عندكش الوقت انك تحوسي. بيجامتك كيما طبقت لكم قلت لكم ديروا الاخر تاعكم التريكو الديباردور تاعكم التريكو تاعكم البينوار، طبقوهم ديروا هذاك لي سيرفيات ديالكم لداخل هكا باش تجبدوا ديريكت. ما عندكش الوقت انك تواسي. ودايما شوفي دايما ديري احتياطاتك. هاد الغلطه تاني كبيره، دايما ديري احتياطاتك وش يسموها الاخر الولاده القيصريه، باسكو بزاف اللي يروحوا يزيدوهم ولاده طبيعيه كي ما يقدروش يكون عسر في الولاده يطلعوهم سيزاريان. دايما ديري احتمال، دايما ديري الاحتمال هذا. صدقيني حبيبتي حاجه واحده اخرى اللي يزيدوا في السبيطار وتكون ولاده طبيعيه، روحي لابسه جبه تكون قديمه عادي هذه باش يزيدوك بها، من بعد تنحيها تلوحيها ولا تجيبيها ولا اللي حبيتي ديري بها. المهم لازم تروحي بجبه، من الاحسن لك ما تروحي بيجاما وراح روحي بجبه تقعدي بها، سورتو كي يديروا لك السيروم هذاك تقعدي بالجبه تاعك حتى تجيك الولاده. ما تروحيش بالبيجاما، ولاده طبيعيه في السبيطار جامي تروحي بالبيجاما. اما بالنسبه تفصل حتى في الكلينيكا، اما بالنسبه في الكلينيك راح يلبسوا لك لباس خاص. روحي دائما نفضل انك تروحي بجبه وتلبسي فوقها ملايه هكا عبايه ولا ملايه، هذاك الشيء راح يعاونك انتي حبيبتي. هذه اهم نصيحه. بالاكي ثم بالاكي تدي حوايج تاع الصف للبيبي، تقدر تحكموا اليرجي. جامي تدي حوايج تاع الصف غير يزيد للبيبي، باسكو هما ما يلقاوش واش يلبسوا له واش جبتي يلبسوا له. ما تديش للبيبي تاعك حوايج تاع الصف تحكموا اليرجي. اخر حاجه ما تروحيش الذهب تاعك جامي تروحي به. اي حاجه عندك خليها عند يمك، خليها عند ما بالش، حتى كنت تخليها عند جارتك ما تديهاش، باسكو كي تديها 90% ما حاش ترجعيها. هنا حبيباتي الغاليات لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم ولقيت استحسانكم. ما تنسونيش بالاشتراك. معليا غير نقول لكم الى اللقاء.